أنا شاب سوري صار لي أكثر من 10 سنين بألمانيا، وعن جد الفرق بيننا نحن السوريين والألمان مثل الفرق بين الشاورما والدونات. بما إني أنا تربيت هون نوعا ما، ففي عندي كام عادة ألمانية على شوية PTSD سورية، فخليني أقول لكم هالشيء. شو يعني ألماني؟ أول شيء الوقت. الألماني إذا قال لك إنه حيكون 8 و3 دقائق عندك، حيكون الساعة 8 و3 دقائق قدام باب بيتك، وطبعا فخور بحاله وفرحان انه هو ملتزم، وكمان ما بيوصل متأخر دقيقة او بيوصل ابكر بشوي، لا بتحس كأنه عنده GPS بجسمه. اما بالنسبة نحن السوريين بنقول ان شاء الله، وبعدين بنلتقى بالجزء الرابع من شهر المسلسل، واذا اتفقنا بنقول جايين على الطريق، وبنكون نحن لساتنا قاعدين على الكنباية عم نلبس جراباتنا. هاي بالنسبة للوقت، بس كمان في المشاعر في اختلاف خفيف. الالماني بيضحك من جواته بس ببين عليه شيء بسيط. sehr gut. اما بالنسبه لنا السوريين الضحك بوصل للحاره الثانيه، والصريخ بصير ترند بكل الحي. لازم نفضي هالنار اللي بقلبنا، يا ضحك يا عياط يا عصبيه يا بكي، المهم نحن بشر كتير ايموشنال. اما بالنسبه للجيران بسوريا، جارك اخوك بقول لك تعال اشرب قهوه بطعميك محشي. اما بالمانيا جارك بيعرف انت شو اشتريت من سوبر ماركت بس ما بيعرف شو اسمه. تعطس بعد الساعه 9 بالليل بتلاقي الشرطه قدام بيتك. ليش؟ لانك خالفت قانون الهدوء المقدس، وهوايتهم انه يبلغوا، ما بيشبع منه انزايجه هون انزايجه هنيك. حتى كمان تبعت الاولاد في كان فرق. اذا الولد الالماني اخذ علامه ما منيحه، الاهل بيسالوا شو السبب، شلون بقدر ساعدك. اما بالنسبه للسوري اول شيء الكف، وبعدين بيقول لي ليش. انا بصراحه اذا ما سمعت كلمه يا حمار قبل ما انام بحس في شيء ناقص. بس بيني وبينكم هالاسلوب ما بينفع. الجيل القديم ما كان بيهتم بالصحه النفسيه، وهذا اساس كل شيء بحياتنا. بس الفرق بين الثقافتين كبير كتير، بس انا تعلمت لك كم شغله. خذ من كل ثقافه الشيء الصح واخلطهم على طريقتك. لا نحن ملائكه ولا الالمان روبوتات، بس الدمج الصح بيطلع الانسان واعي صحي وقوي. واذا ضحكت او حسيت بهالكلام اللي انا قلته هلا، لا تنسى تحط لنا لايك وعملنا فولو كمان. تسلم.